السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، ما بعرفش احفظ كلمات، ماشي. بحفظ الكلمات وانساها، ماشي. بحفظ الكلمات وما بنساهاش، بس اول ما تعدي الوحدة التانية تيجي بنساها، برضه ماشي. كل دي مشاكل بتقابلنا، بتقابل الطالب الشاطر وبتقابل الطالب الضعيف. ليها حل، مليون حل، بس انت التزم. طيب انا عندي مشكلة، ايه هي؟ انا بحفظ كويس وما بنساش بعد فترة قصيرة، وبعد فتره طويله ما بنساش، باجي احل ما بعرفش احل، برضه ده له حل. كل حاجه ليها حل، انت المشكله ان انت تلتزم بس، او زي ما بيقولوا فلان قاعد يذاكر طول السنه وفي الاخر جاب 60%، فلان قاعد يذاكر طول السنه وفي الاخر جاب 70 او 80%. هو بيذاكر، احنا ما نقدرش نركب، بس بيذاكر غلط، هي دي القصه بس. فانا هقول لك مثلا انا دكتور ايه بتذاكر ازاي؟ انا بحب اذاكر كل المواد في نفس اليوم. واحد يقول لي مش هلحق، هقول لك انا معتمده خطه كده مش انا اللي قايلاها، يعني اغلب العلماء اللي كانوا بيقولوا عليها بتاعه البرومودو، اكيد سمعت عنها قبل كده. برومودو بتقول لك ايه بقى البرومودو دي؟ بتقول ان انت تشتغل نص ساعه لكل ماده. يعني انا مثلا اشتغلت وليكن كيمياء مثلا، فالكيمياء هشتغلها نص ساعه، او اللي هي بالظبط 25 دقيقه يعني. ثم وقف. هتقولي ما خلصتش الجزء اللي انا عايزه اذاكره، وقف برضه. ليه؟ هو والله استيعاب مخك هو ال 25 دقيقه. قمت فكيت شويه 5 دقايق او رجعت، وما تمسكش الموبايل، ما تمسكش الموبايل، جدد الهواء اللي في جسمك، خلي الدوره الدمويه تتحرك، اكسجين جديد. النص ساعه الثانيه امسك مثلا فيزياء، اللي انت عايزه بقى، الترتيب اللي انت عايزه، برضه نص ساعه. قوم تاني بعدها امسك بقى انجليزي، برضه نص ساعه. ما خلصتش الجزء اللي انا عايزه، مش مهم، اعمل لنفسك ستوب واتش عشان تجبر نفسك تخلص جزء. لان انت لو قاعد نص ساعه بس والكتاب قدامك تقول لي اصل انا حفظت 3 كلمات، نعم يا اخويا، ما هم دول اللي انا عرفت احفظهم في 3 ساعات، نص ساعه، ما عشان انت سايب الوقت مفتوح. اعمل ستوب واتش، يقف. لما يقف الستوب واتش انت تبقى عارف الموبايل هيرن، عارف بالظبط لما يبقى عندك سفر او عندك حاجه بتجبر نفسك على النوم عشان عارف ان في منبه هيرن هيصحيك، اهو اعمل لنفسك ستوب واتش. لازم ستوب واتش او منبه يقف يوقفك بعد كل 25 دقيقه. طب خلصت انجليزي نص ساعه، روح هات عربي، هات فرنساوي، هات رياضه، هات اي حاجه، فرع من فروع، هات اي حاجه نص ساعه برضه. هتبص كده هتلاقي نفسك ذاكرت كام ماده؟ 1 2 3 4. طبعا لو عايز تكمل كمل باقي المواد، هتلاقي نفسك ادي ماده 2 3 4، ايه ده ساعتين 2. كمل ماده 5 ساعتين ونص، ماده 6 3 ساعات. واحد يقول لي يا نهار ابيض بجد 3 ساعات؟ ده انا بقعد 5 أو 6 أو 7 ساعات اذاكر. احنا قلنا بتذاكر غلط، هو مخك اصلا هيستوعب 6 7 ساعات؟ وبعدين انتوا للاسف الجيل اللي هو عايز المعلومه السريعه، عايز ينجز. طب ما تعود مخك انه واحده واحده يتعود على القعده على الكتاب، فاديله اللي هو عايزه. مش هو عايز حاجه انجاز، اديله نص ساعه، ده محتوى. قوم بعد النص ساعه اديله محتوى مختلف، بعد النص ساعه الثالثه محتوى مختلف اكتر. فمخك خلاص هيلاقي الدنيا رايحه جايه وفي حاجات جديده، شويه شويه هيبقى مدمن زي ادمانه بالظبط للريلز والسوشيال ميديا. بعد كده لو عايز تكمل كمل براحتك، لو جيت تكرر تاني كرر نص ساعه تاني للكيمياء، نص ساعه تاني للفيزياء، نص ساعه تاني انجليزي، نص ساعه تاني رياضه، هتلاقي نفسك ما شاء الله انجزت كم رهيب وما ذاكرتش غير بتاع 3 4 5 ساعات. يا عم قول 6 ساعات وقسمهم على الايام على اليوم. عرفنا كده دي طريقه مذاكره كل المواد، ده اللي انا مجرد بقترحها عليك، انت حر. طب لو انا هتكلم على مادتي انا بقى كانجليزي، فانا عايزه اقول لك ان انت غلط، او اكبر الغلطات، ده انا هقول لك انتوا بتعملوا ايه بالظبط. مثلا الحصه يوم السبت، التسميع يوم السبت، في مستوى اول من البجاحه يذاكر الكلمات او يبدا حفظها خميس وجمعه. في مستوى اعلى من البجاحه يبدا حفظ الكلمات يوم الجمعه بالليل. في ليفل الوحش بقى في البجاحه قبل الدرس بساعه، او الجمعه السبت الصبح انا رايح الدرس يلا اقعد احفظ الكلمات. بيحصل كام ردة فعل على الحاجات دي؟ 3. اول بني ادم يقول لي والله حفظت، مصدقاك يا حبيبي، مش فاكر ولا كلمه. بالجزمه يا حبيبي، بالعصايه يا بابا، لان انت قعدت مده قليله بتحفظ في الكلمات وما راجعتش، الكلمات ما اتكررتش في دماغك فما سبتتش، فما تقنعنيش انك قاعد بقالك مده بتحفظ. ده رقم 1. تعالى للشخص الثاني، هتلاقيه حافظ 50 50، عارف اي سبيكينج انجلش 50 50، هو ده. اساله مثلا في 10 كلمات هيجاوب 5 ومش هيجاوب ال5 التانيين. ده البجح اللي هو ذاكر يوم الخميس مثلا بالليل او يوم الجمعه بالليل. نيجي بقى للباشا الثالث، اعلى مستوى بقى، يقول لك لا انا بقى لي يومين 3 بحفظ في الكلمات. حلو حبيبي، اسمع له ما يغلطش ولا كلمه، وعايز يثبت لي بقى ان لا انا فل. لو طلع من الباب كده وجيت اساله في الكلمات طلع من الباب ايه، انا لو عدى دوره في التسميع ورجعت له تاني والله لا الاقيه نسيها.
هو عارف اللي داخل الامتحان يقول ما تهزونيش عشان المعلومات ما تسقطش؟ بتبقى انت كده مبصمج لي الكلمات عشان يجي يرميها لي في التسميع وبعد كده ينساها. ده جاموسه ده، والله ده غبي، ده انت قعدت وبذلت مجهود مش عارف تثبت المعلومه. ده معناه ان المعلومه موجوده في الذاكره قصيره المدى اللي في الاول. يعني انا حاططها هنا اللي هو ايه، الدكتوره هتسالني تبقى جاهزه هنا، بعد شويه المعلومه هتتكل على الله. انا عايزه انقل المعلومه من الذاكره قصيره المدى للذاكره طويله المدى عشان تثبت. اعمل ايه؟ لو تفتكروا في كذا كلمه تلاقوا نفسكم حافظينها صم، اجي اقول لك كلمه فريد تقوم قايلها على طول مع انك ما بتحفظش. ليه بقى؟ تقول لي الكلمات دي قديمه. قلت الكلمات دي ايه؟ قديمه، صح؟ يعني من كتر ما هي اتكررت عليك او فات عليها مده فانت عارفها. فليه ما تعملش كده مع باقي الكلمات؟ ليه ما تخليش الكلمات قديمه واتكررت؟ فواحد يقول لي ايه، طب انا افوت عليها مده ازاي؟ غبي يا غبي، ما اقصدش تفوت مده، اقصد تتكرر كتير بحيث عقلك يتعود ان هي موجوده بقالها كتير. دي هنعملها ازاي؟ العلماء قال لك في حاجه اسمها 7 تايم ريبيتس، يعني ال7 مرات تكرار، وده سبحان الله على عدد ايام الاسبوع بالظبط. طب انا اخلي المعلومه تتكرر ازاي؟ قال لك تعالى مثلا على اول يوم وليكن احفظ مثلا 25 كلمه او 20 كلمه، 20 كلمه في اليوم. بعد ما حفظت ال 20 او 25 كلمه في اليوم، ثبتوا؟ ده بقول لك 25 كلمه في اليوم، يا عم قول 20، 5 بعد الفجر، 5 بعد الظهر، 5 بعد العصر، 5 بعد المغرب، 5 بعد العشاء. ايه، اعتبره دواء قبل وبعد عشان انت على نفسك شويه، ما هو من غير حفظ هنضيع وكل المشاكل اللي عمالين نقول فيها عمرها ما تتحل. فانا حفظت، اجي تاني يوم اعمل ايه؟ الناس تقوم مزوده بقى 25، مش تراجع على اللي فاتوا؟ راجع على اللي فاتوا، يمكن حاجه ساقطه كده ولا كده. فانا هعمل ايه؟ راجع ال 25 القدام الاول، ثم زود 20 او 25 جديد. اوعى تحفظ جديد من غير ما تراجع القديم، اعتبره روح قرآن. بنراجع الماضي وبعدين بنزود عليه. انا ما ينفعش اقعد حافظ، طب واللي فات ده الواحد اصلا بتقول له الايه الاخيره عشان يجيب اللي بعدها، في ايه؟ فانت بقى تقعد تقول لي انا اصل انا حفظت جديد، طب والقديم؟ القديم يا معلم ملوش علاقه، اصل دي انجليزي والله. فانت هتراجع القديم الاول وبعدين تجيب لي الجديد. لحد كده الدنيا تمام. جيت تالت يوم، تالت يوم يا معلم هتراجع لي ال 25 دول وال 25 دول، يبقى هتراجع ال 50، ثم هنزود عليهم 20 جديد. فهتقول لي ليه؟ اراجع ال 50 ليه؟ مش قلنا عايزين المعلومه تتكرر؟ ما هي طول ما عقلك الحاجه بتتكرر قدامه هيبدا ينتبه ان دي حاجه مهمه. طب وما دام حاجه مهمه هيبدا يدي انذار للذاكره، بقول لك افتحي ملف خزني الحاجات دي مهمه. ماشي؟ يبقى انا كده كل يوم انجليزي. انا عايز اقول حاجه من الاخر، والله لو ما ذاكرتش انجليزي كل يوم يا اما هتشيله يا اما هتجيب درجه زي الزفت. انا مش هينفع اطبطب في حاجه زي كده. الانجليزي يومي، لو ما تذاكرش يومي يا يتشال يا يتجاب في درجه زي الزفت. ارجع، جيت على اليوم اللي بعد كده هراجع كام بقى؟ هراجع 75 اللي اتحفظوا قبل كده، ثم هجيب 20 جديد، وهكذا طول ايام الاسبوع. تعالى كده نشوف مع بعض. اول 25 حفظوا في يوم، تراجعوا تاني ده مرتين، تالت 4 5 وهكذا طول ايام الاسبوع. يبقى كل الكلمات بترجع تراجعها تاني يوم، تراجعها تاني يوم. هل هيبقوا اتحفظوا بنسبه 100%؟ اكيد لا. فانت هتلاقي مثلا اول يوم 20 اتحفظوا الدب وسقط منك 5. ال 20 اللي اتحفظوا تحط عليهم علامه صح في الكتاب او في الملزمه عندك لما الشتات توصل لك. ال5 تحط عليهم اسهم كده، بلاش علامه غلط عشان بتديك ايحاءات سلبيه، بس اكس كده او سهم، او بالهايلايتر، البنات بتوع الفسفور الهايلايتر حط عليها بدل ما بتقعدوا تلونوا الكتاب كله. مش عارفه تلونوا الكتاب كله ليه. هحط سهم. السهم ده معناه ايه؟ معناه الكلمه دي محتاجه تركيز عشان هتقع. مش لما اجي اقول لك امتحان مفاجئ الاقيك فاتح بتذاكر كله وبتحفظ كله. ازاي يعني؟ في حاجات المفروض ثابته وفي حاجات ايه؟ هي اللي عايزه لمحه سريعه، بصه سريعه. بصه سريعه يبقى قصادها سهم، يبقى الثابت تك، تاني سهم، وهكذا. وكل يوم بقى نفس القصه. 20 ثابتين مثلا، بكره هتلاقي 22 ثابتين صح، 3 بس اللي وقعوا سهم. لحد كده الدنيا فل. بعد كده في غلطه تانيه بقى بنعملها. انا وانا طالبه كنت عملتها في الاول رجعت فيها الحمد لله. وانت بتحفظ الكلمه ما تحفظهاش لوحدها، ما تحفظش الكلمه لوحدها وترجع بعد كده تحفظها مع حرف الجر، ما تحفظها على بعضها. مش احنا بعد ما بنحفظ الكلمات في مربع كده في كل كتاب او كل ملزمه اسمه ايه؟ idioms، مصطلحات، expressions، تعريبات، prepositions،
حروف جر. طب ما تدور على الكلمه، يبقى كل كلمه هحفظها قبل ما احفظها اروح ادور لو ليها حرف جر فاحفظها بالمره بحرف الجر بتاعها. فبدل ما اقعد مثلا نقول تريب 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 يتكعبل تريب حفظتها، اجي بقى في حروف الجر الاقي تريب معاها اون او اوفر فاقعد اقول اون اوفر تريب اون اوفر. طب ما من الاول تريب اون واوفر من الاول، عشان من ناحيه اثبت حرف الجر ويتكرر زي الكلمات، ومن ناحيه تانية اوفر وقت الكلمه تانية. يبقى تريب اون او اوفر دول خلصوا ما بقوش من ضمن ال 25 الجديده. تاني حاجه لو الكلمه ليها مصطلح، عندك مثلا كلمه اسمها along بطول او بمحاذاه، في معاها along the Nile بطول النيل او بمحاذاه النيل، ما تحفظها على بعضها عشان نكون انجزنا المصطلح. اللي بعد كده كمان تشوف الكلمه دي لو لها تعريف في الديفينيشنز، لو لها تعريف بالمره اجيبها بالمره زي الكلمات اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي. دي بيجي معاها كلمه كذا وبيجي معاها كلمه كذا، الكي ووردز اللي احنا بنحددها. يبقى من ناحيه خلصنا الكلمه، ليها حرف جر خلصناه، ليها مصطلح خلصناه، جاي في الديفينيشنز تعريفات خلصناه. الاخيره روح شوفها لو موجوده في الملاحظات، روح شوفها لو موجوده في النوتس، لو موجوده في النوتس ذاكرها هي واصحابها بالمره. يبقى رقم 1 انا بحفظها كويس وبراجع عليها يوميا كمان. رقم 2 انا حافظها بحرف الجر بتاعها. رقم 3 حافظها بالمصطلح بتاعها لو موجود. رقم 4 انا مذاكرها في التعريفات بالمره. فالكلمه انت مش بس بتبقى حافظ الترجمه بتاعتها، ده انت بتبقى حافظ جت فين وايه لازمتها وايه الكلمات اللي شبهها في الترجمه بس استخداماتها مختلفه لما تذاكر معاها نوتس. ايه المشكله في كده؟ اعمل لنفسك كده ورقه محترمه او جروب محترم كده وادخل، حتى لو هتعمله معايا انا متابعه، ادخل كل يوم قول لي تم يوميا كل يوم. مش انت عندك مثلا 20 او 25 في اليوم، ادخل قول لي تم. تم ده اللي هو انا حفظت زي ما انت قلت بنفس الخطه بنفس الترتيب، بعدها تم تاني يوم، تالت يوم تم. تم معناه حاجتين، رجعت حفظت جديد. بعد ما تخلص المراجعه حل جديد هنروح بقى على الحل. الحل زي ما احنا اتفقنا في حلول بذكاء اللي هي زي الكلمات اللي فيها ديفينيشنز، هتلاقي كذا هتاخد كذا، ده اللي هو شويه واقع سيكه. في ناس بقى اللي هي عايزه تزود حصيله الكلمات، الوقت ده اسمه وقت تحصيل. اسمه وقت ايه؟ تحصيل. يعني براحتك قوي كمان. يعني استخدم ترانسليت على موبايل ماشي، اسال المدرس بتاعي ماشي، اروح اسال واحد صاحبي ما هو ده وقت تحصيل. اعمل اللي انت عايزه. ما يجيش واحد بقى يقول لي استخدم الموبايل في الترجمه، اصل انا اولى وثانيه ما كانتش مظبوطه معايا قوي. ما تستخدم الموبايل في الترجمه فيها ايه؟ طب اصل انا كده هتعود هعمل ايه في الامتحان؟ اصوت وده وقت امتحان؟ وبعدين هو انت لما تترجم كل كلمه مش عارفها وتحفظها في وقت التحصيل اللي هو خلال السنه، هو انت كده هتحتاج لحاجه في الامتحان يا باشا؟ ده انت هتبقى معلم حافظ كلمات الوحده وحافظ الكلمات الجديده اللي في التمارين، ده انت كده باشا. والعب بقى على الحته اللي احنا كنا بنحل بيها، ده هتلاقينا واحنا في الفيديوز بتاعت الواجب، الصفه، الحال، الاسم، التعريفات اللي هي الكي ووردز بتاعتها، الملاحظات، الحل عليها، الفروق بين الكلمات، ده هيخدمك قوي وانت بتحل. يبقى ده كده اتفقنا الخطه اللي هنمشي بيها في الواجب. انا حليت ايه؟ كتاب جيم، الصفحات اللي انا بقول لك عليها ده الاساسي ماشي، عشان انا بحب بس اشتغل من مصدر خارجي. بعد ما تحل جيم خلصت خالص، روح بقى على الملزمه بتاعتي. الملزمه بتاعتي هتلاقي فيها شيت، خلاص كده حفظت الكلمات طبقت عليها مش هتتنسي. الملزمه هتلاقي فيها ملاحظات جديده، بص عليها بصه وهتلاقي الشيت بيبقى في التمارين بتاعته اعلى شويه في المستوى. شد حيلك، استعين بالله وسمي. اول ما تدخل واحده جديده في واحده فاتت ورا احنا مش عايزين ننساها، نبدا بقى في الشيت. ليه؟ عشان نعمل حاجه اسمها مراجعه متباعده. الحفظ اللي انت عملته اليومي ده اهو حفظ يومي وعملت معاه مراجعه يوميه. انا كده اتعرضت للكلمات مرتين، مره في الحفظ الاولاني الشديد ومره مراجعه دوريه. انا كده محتاج كل فتره متباعده اتعرض للكلمات عشان ما انساهاش. ولذلك احنا ما بننساش اسمائنا ولا اسماء صحابنا ولا اي حاجه. اتعرض ليها ازاي تاني؟ انك تحل عليها شيت جديد. يبقى انا دخلت في وحده جديده اهي، دي وحده جديده شغال فيها بالخطه القديمه اللي هي خطه الحفظ، فانا ما عنديش وقت ان اجيب الوحده الثانيه حفظ. اعمل ايه؟ حل عليها. ده شيت بقى على الوحده القديمه. يبقى انا لو ماشي بالخطه بتاعه الحفظ في الوحده الجديده اعمل ايه في الوحده القديمه؟ حل عليه. لو كل يوم صفحه، لو كل يوم 10 15 جمله، استحاله تنسى. هتلاقي الكلمات اللي انت حافظها موجوده في جمل، هتلاقي التمارين،
التطبيق هيخليك فاكر، الحل على الملاحظات هتلاقي نفسك بتقول ايه، دي انا كنت واخدها عشان كذا ودي كنت عمرك ما هتنسى. ده اسمه التكرار. طيب ان شاء الله دخلنا في الوحده الثالثه، فكده بقت وحده جديده ثانيه. الوحده الثالثه تروح عامل ايه؟ تروح حالل شيت على الوحده الثانيه. ماشيين بالخطه زي ما احنا في الثالثه. طب والثانيه؟ شيت على الثانيه. طب والاولى نرميها؟ لا، هتلاقيني بعتلك الكويس على الاولى. يبقى في هنا اهو تشغل في الشيت على الاولى مره، وده شيت على الثانيه. هتلاقيني اهو ده وقت الثانيه، هتلاقيني بعتلك شيت للاولى. هيبقى صغير خالص ما تقلقش، بحيث تبقى انت بتراجع اولى وشغال على شيت الثانيه وانت اصلا في الحفظ في الوحده الكام؟ الثالثه. اوعى تاخد وترمي لورا. اوعدك بامر الله لو مشيت على الخطه دي انا وانت نتقابل في النهايه بال60 من 60 انجليزي. القاكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.